مسلسل فن الحرب شفت منه 6 حلقات ومش قادر اقول اني مبسوط بالمسلسل او حتى مستمتع بالاحداث، وبشكل كبير خلاص مش هكمله. وده لاسباب كتير، وبتخلي المسلسل ده من المسلسلات المحبطة في الموسم الرمضاني السنة دي. مبدئيا مسلسل كليشيه قوي، نوعية اتفرجنا منها على افلام ومسلسلات كتير جدا، وهي طبعا دراما النصب. بنشوف واحد بيجمع فريق على الله حرفيا علشان ينفذوا عمليات هو مخطط ليها كويس. اولا انا ما بحبش المسلسل اللي عايز يبين انه اذكى من المشاهد وخلاص، ويقعد يعمل بلوت تويست في بلوت تويست المفروض انا ابقى متفاجئ منها. واصلا اهم بلوت تويست اتعملت في المسلسل لغايه دلوقتي من خلال الحلقه الرابعه انا متوقعها من الحلقه الاولى اساسا. والمايند جيمز اللي بطلنا بيعملها على الشخصيات التانية قديمة قوي، وجو بقى التنكر والموسيقى اللي صوتها جاب لي صداع والمونتاج السريع لقطة ورا لقطة، كل دي اجواء فصلتني قوي من المسلسل. وبعدين انا مش فاهم ليه السيناريو قرر انه يقدم كل ده في لاين كوميدي لايت، المفروض بقى انه يضحك ويبقى فيه هزار وكده. ده غير موفق تماما، وكل السبورتنج رولز على مستوى الكاستنج تشويس مش كويسه ابدا. الكاست بقى انت عندك يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفى، محمد جمعه، اسلام ابراهيم، دنيا سامي، مش عاجبني ولا حد فيهم خالص. وحتى السايد كاركترز اللي بتظهر خلال الكويست اللي عدينا بيه تفاصيلها نمطيه جدا. انا شايف ان المسلسل عايز يعمل ماني هيست وحاجه بقى زي بميت وش وكده، ولكن شتان الفرق. حتى مفيش بناء درامي كويس للشخصيات. فصراحة مش متحمس خالص ان انا اكمل المسلسل، ومفيش اي حاجة 30 حلقة انا متحمس اكملها اساسا.